بص يا صاحبي، انا حرفيا زهقت من التحديات اللي بشوفها كل يوم. يعني تحدي مين يخلص اكل بسرعه، مين يعمل حاجه مجنونه اكتر، مين يفضل صاحي يومين. طب وبعدين يعني لما تعمل كده ايه اللي هيتغير في حياتك؟ ولا حاجه. انا بقى فكرت وقلت لنفسي لا، انا عايز اعمل تحدي يضيف لي، تحدي ان يحسسني ابن ادم ليا قيمه، تحدي الخير. ايوه زي ما بقول لك كده، 24 ساعه اجرب اعمل فيهم خير على قد ما اقدر. ومش لازم الخير يكون حاجه كبيره ولا بفلوس، لا، الخير ممكن يكون كلمه طيبه لحد تعبان، تصلح بين اتنين متخاصمين، مساعده لحد شايل تقيل، حتى لو تبتسم في وش حد والله بتفرق. وممكن كمان تعمل خير لنفسك، تقوم تصلي ركعتين بنيه كده صافية، تقرأ صفحة من القرآن وانت مركز، او تسمع، تبطل الذنب. انت عارف انه مؤخرة، صدقني الخير مش صعب ولا بعيد، هو حوالينا كل يوم واحنا مطنش. انا قررت ابدأ التحدي ده، وهبدأ بيومي ده، وكل خير هعمله هشاركه معاكم. وانت كمان لو راجل جامد بجد وريني هتعمل ايه. يلا يا بطل، اكتب لي في الكومنتات هتبدأ بإيه، ويا ريت لو حد فينا بدأ نشارك قصتنا. يمكن كلمتك انت تكون سبب ان في حد غيرك يعمل خير هو كمان. في الآخر الخير بيرجع لك، دماغك هتنور، قلبك هيطمئن، وحياتك كلها هتتغير. جرب وابقى قول لي حسيت بإيه بعد أول خير عملته.